شبابنا الأعزاء ومهندسين المستقبل. برحب بيكم ترحيب مبدئي. أعرفكم بنفسي الأول كده في عجالة. أنا دكتور علاء العيشي، معماري، خريج عمارة هندسة المنصورة دفعة 97 وممارس للمهنة، وأتشرف أنه السنة دي أحد أعضاء فريق التدريب عن مجال الهندسة المعمارية أو التصميم المعماري ضمن أكاديمية أركانيا. بداية وبعد الترحيب بيكم أحب أن أنا أجاوب لكم على 3 استفسارات أكيد أنها بتدور في أذهاننا جميعا أو في ذهن أي حد بيتنقل من مرحلة الدراسة الأكاديمية لمرحلة سوق العمل. فأنت أكيد بتفكر في موضوع التدريب، بتفكر في 3 أسئلة. السؤال الأول، أنا هتدرب ليه؟ السؤال الثاني، أنا هتدرب إزاي؟ السؤال الثالث، أنا هتدرب فين؟ ونبدأ بإجابة السؤال الأول، أنا بتدرب ليه؟ الإجابة باختصار شديد إنه التدريب بيختصر عليك سنوات من العمل، وبيكسبك مجموعة من الدروس المستفادة على إيد مدربين عدوا بمشاكل كتير وبقى ليهم خبرات في نفس المجال، فبينقلوا لك الخبرات دي. رقم 2، إنه من خلال التدريب أنت هتتعرف على مجموعة من المصطلحات اللي جايز ما تعرضتش ليها قوي في الحياة الأكاديمية، اللي هي بقت حاجات up to date دلوقتي هتتفاجئ بيها في سوق العمل. او مهم قوي انك تعرف المصطلحات الجديده اللي بقت موجوده دلوقتي. هتسمع عن حاجه اسمها كود البناء الجديد، اشتراطات البناء الجديده، هنتكلم عن حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، هنتكلم عن حاجه اسمها الاكواد، كود الجراشات، كود الحريق، والحاجات اللي انت هتتعرض ليها في حياتك العمليه. تالت حاجه انه هتتدرب ازاي تشتغل ضمن فريق عمل، وفريق العمل ده مختلف التخصصات، منهم الزمايل في نفس التخصص، ومنهم الزملاء من الإنشائيين وفريق التسويق وفريق الدعاية والإعلان، وزملاء كتير كلنا بنتشارك إن احنا نطلع عمل معماري أو مشروع ناجح. من ضمن فوائد التدريب برضو إنه بنكتسب مجموعة من الخبرات في التعامل مع العناصر البشرية الأخرى غير فريق العمل الهندسي، زي العناصر الإدارية، زي الملاك، زي أصحاب المشروعات، زي المستثمرين. إزاي إن احنا نعرف ونكتسب الخبرات اللي تخلينا نتعامل معاهم ونعرف طلباتهم ونقدر نلبي احتياجاتهم ونحقق المعادلة الصعبة بين اللي درسناه والاشتراطات ونقدر نقول القواعد الهندسية وبين متطلبات الملاك ومتطلبات السوق. ده كده باختصار شديد إجابة السؤال الأول أو الاستفسار الأول، احنا هنتدرب ليه؟ السؤال الثاني، هنتدرب ازاي؟ كتير مننا طبعا درس في الحياة الأكاديمية حاجات كتير بشكل عملي، واتدرب على تجميع المعلومات وعملنا مشروعات وعدينا بمواقف صعبة كتير. لكن في الحياة العملية الموضوع يختلف شوية. أولا احنا ما بنختارش المشروعات بتاعتنا، احنا ساعات كتير بتفرض علينا مشروعات، فلازم نتعامل مع مشروعات فيها درجة من الصعوبة. زائد انه ما بنختارش فريق العمل، احنا ممكن يفرض علينا فرق عمل قد نتوافق معاها وقد لا نتوافق معاها. ازاي نكتسب مهارات التعامل في فريق عمل بشكل متجانس وبشكل ناجح؟ في نفس الوقت من ضمن برضو العناصر المهمة اللي لازم نعرفها في مجال التدريب او في التدريب المعماري بالذات، انه احنا هنتدرب بالممارسة. يعني هنجرب ان احنا ننزل ونشوف اراضي على الطبيعة ونتعامل مع مشروعات حقيقية سواء تم تنفيذها او جاري العمل فيها او متوقع العمل فيها. هنتدرب ازاي نجمع المعلومات بنفسنا ونبقى احنا مصدر المعلومة، سواء المعلومة دي عن سعر أرض، قيمة مباني، قيمة مبيعات. هنتدرب ازاي نحسب دراسة جدوى ونتعامل شوية مع بعض الأمور الجدية في سوق العمل، واللي هتدربنا على المسؤولية، لأن القرار اللي هناخده هيبقى قرار ملزم وهيتأثر بيه ناس كتير جدا. باختصار شديد احنا هنتدرب بالممارسة من خلال فرق عمل، هنتدرب تدريب ميداني، هنتعامل مع مشروعات حقيقية، هنشتغل بتجميع معلومات بشكل حقيقي، هنتدرب على مشروعات موجودة ومشروعات جاري العمل فيها سواء في الشركة أو مشروعات أخرى. ده كده باختصار إجابة الاستفسار الثاني، احنا هنتدرب ازاي. الاستفسار الثالث هو هنتدرب فين، وده بيخلينا نتكلم بشكل مختصر عن أركانيا. وأركانيا ككيان هو كيان متكامل بيشتغل في السوق العقاري في المنصورة وبره المنصورة بقاله فترة، بس لازم نفرق بين شقين لهذا الكيان. الشق الأول هو أركانيا كشركة، شركة أركانيا اللي بتعمل في مجال التطوير والاستثمار والمجال الهندسي والعقاري بشكل عام. وكيان الموازي وهو كيان أكاديمية أركانيا، واللي بتهتم بالتدريب والتعليم وتأهيل المهندسين لسوق العمل أيا كانت تخصصاتهم.
احنا هنا هنتعامل مبدئيا مع الكيان التاني اللي هو أكاديمية أركانيا، واللي بتهتم بمجال التدريب، واللي بتحط خبراتها وخبرات العاملين فيها تحت أمر المتدربين، سواء كانت مشروعات أو ملفات تسويقية أو خبرات للعاملين اللي فيها، واللي بنتعشم إنه يبقى فيه عدد كبير من المتدربين بعد اجتياز التدريب يكون مستواهم إن شاء الله يرقى للعمل في الكيان الأول اللي هو شركة أركانيا، واللي بنتمنى إنهم يكونوا ضمن فريق العمل في الفترات الجاية إن شاء الله. ده كده باختصار إجابة الاستفسارات اللي أتمنى إن يكون الإجابة بتاعتها بقت واضحة في أذهانكم جميعا، وأتمنى نشوفكم على خير في التدريب إن شاء الله، ونرحب بيكم تاني في سوق العمل في الخطوات الأولى ليكم. نتمنى ليكم التوفيق وتكونوا إضافة قوية لسوق العمل في مدينة المنصورة وخارج مدينة المنصورة. أشكركم ونشوفكم على خير إن شاء الله.